ايام زمان لما كنا بنشوف المدرس جاي كنا بنعمل له تعظيم سلام، لكنه ظابط. دلوقتي مفيش اي احترام. العيال ما راحتش المدرسه. ليه؟ ها؟ ليه؟ ما اعرفش، ما راحوش المدرسه خالص. اتصلت بالجماعه قالوا لك ما راحوش المدرسه. ايه ده؟ محمد ايه ده؟ مش ده مدرس العيال؟ مدرس في المدرسه؟ ايوه بتاع العيال يا عم. استاذ وائل، ايوه يا باشا. ابنك محمود ايوه يا باشا. على فكره ابنك مش متربي. مال؟ ينفع النهارده الصبح يبقى داخل من البوابه مدرس محمود يقول له ادخل يا ابني استنى زمايلك جوه، يفضل يبجح له ويشوح له يقول له لا مش داخل انا مش عامل. ابني؟ انت ما عرفتش تربي. ما اعرفش يا رب. انا مش عايز لهم اصلا يا باشا. والله العظيم انا بص شغلي الصبح وشغلي بعد الظهر. ما انا يا دوبك بروح بالليل ما بلاقيش اصلا، ما بلاقوش. طب ما انت المفروض يا راجل يا فاضل يا محترم، ايوه المفروض تقول لابنك انت رايح فين وجاي منين ومصاحب مين وتعرف صحابه بالنفر. راجل صاحبي هو اللي بشوفه بالصدفه. حتى برضو ابنك ابو حازم برضو ماشي معاه نفس الطايفه، برضه قله ادب ويهزق في المدرسين ويعكسوا في البنات. لا ما ينفعش. لا انت عشان كده حضرتك ماشي بتكلم نفسك. انا من اللي بشوفه انا ما عدتش مستوعب. احنا ايه بقينا في ازمه اخلاق، ما عادش في اخلاق. ده احنا ايام زمان لما كنا بنشوف المدرس جاي كنا بنعمل له تعظيم سلام، لكنه ظابط. دلوقتي مفيش اي احترام خالص. بص كنا بنترعب بالمدرس، والله بنترعب منه زمان غير دلوقتي فعلا. عايزكم المدارس غير الاول والله العظيم. تراجعوا نفسكم وتربوا عيالكم كويس. حقك علينا. احنا في زمن كله فتن فعلا والله. مخدرات وحاجات شمال، والعيال ماشيه في سكه مش عارفه هي رايحه فين. والله عندك حق. خلي بالكم من عيالكم. يا ابني انت رايح فين جاي منين مصاحب مين، هات لي اصحابك اعرفهم بالنهر وانت نفس الطريقه. بس عارف يا استاذ اقول لك على حاجه؟ قول لي. يا ريت المدرسين كلها تبقى زيك وطيبه. يا ريت والله العظيم، لاني معلش بالكلمه في مدرسين برضه العيال بييجوا يشتكوا منهم يقول لك المدرس اللي هو المدرس بيبقى يعني مش كلهم زي بعض، في الحلو وفي الوحش. فيا ريت برضه العيال يبقوا كويسين والمدرسين برضه يبقى كلهم كويسين، ولا العيل يبقى ليه الادب ولا المدرس يبقى مثلا يطول لسانه على الواد او يضربه بضرب غباء. الدنيا كلها تبقى كويسه وترجع المدارس زي زمان والدنيا تبقى تمام ومفيش اي حاجه. ويا ريت انا اتمنى اللي الكلام اللي انا بقوله دوت يحصل دلوقتي. والله يا ريت. معلش احنا اسفين، وهو فعلا معلش احنا اسفين ليه؟ انت مدرس هو فعلا محترم. لازم يبقى في الاثنين مكملين بعض، المعلم والاب هما الاثنين يكملوا بعض، ده يعلم وده يربي. لان احنا ما قلنا التربيه والتعليم قبل كل شيء. حصل. احنا اسفين يا باشا ولا يهمك. لا والله اسفين يابا، اسفين عليك. انا مش بتكلم على حاجه، انا بتكلم اني انا مثلا الوقت غلطوا فيا انا هتغاضى عن الغلط ده سنه ولا اتنين وهيمشي من المدرسه، بس الدور هيبقى جاي عليك انت. صح. هو غلط فيا بعد كده مشاكل كتيره مش انت كويس اللي انت انا بتكلم لمصالحك. لازم تشد على اولادك، لازم تشد على ابنك وانا هشد على ابني باذن الله. كلنا نشد على اولادنا. مش هيبقى في الكلام لازم كلنا نشد على اولادنا. هروح اشد عليك عشان انا بسمع حاجات ما بستوعبهاش بامانه. فعلا والله. ما هو المشكله مشاغلنا وضغط الحياه مخلينا مش عارفين ايه اللي بيحصل في البيت ولا بره. لا الخمس دقايق او ربع ساعه اللي انت هتقعدهم مع ابنك هتعرف هو راح فين وجه منين وعمل ايه. صاحبه، انا مش بقول لك هات كرباج واديله، لا صاحب. انت يا ابني صاحبي، ده غلط ده صح، ده المدرس ده في مقام ابوك ما ينفعش تغلط فيه، ده بيعلمك، ده هيطلع منك مهندس ودكتور وعالم. صح فعلا. احنا وصلنا لايه يا جدعان؟ السلام عليكم. احنا اسفين يا باشا. مع السلامه. شفت يا عم؟ شفت؟ ده بقى ده غلطنا احنا برضه. ايوه غلطنا احنا شايفين مشاغلنا وسايبين الضغط برضه على الامهات. غصب عننا برضه. الام هتعمل ايه؟ الام مش هتعرف. والام في نفس الوقت الام اكتر. لا الام بتخاف كمان على عيالها، يعني احنا لو هنا ممكن نقسى عليهم، ممكن نضغط عليهم. زي ما انت شايف بننزل الساعه 5 الصبح ما بتقولناش الحقيقه، بنرجع بنشتغل 12 ساعه 13 14 على حسب الشغل. هنعمل ايه طيب؟ وانت شايف الدنيا صعبه ازاي؟ الام اكتر برضه.
ماشي، احنا بس برضو لازم- هنعمل اللي ولازم علينا. نساعد بعض. هي تقول اللي حصل وتقول اللي هي تقدر تعمله وتقول لنا احنا كل حاجه بتحصل. مش تخبي لا. علينا، احنا ماشيين، احنا مسؤولين شغالين الصبح بالليل فرحانين. في الاخر عايزين نرضيهم، وهم ما يعني ممكن يوقعونا في مشاكل اكتر واكتر.